السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل فراخ مشوية في الفرن بالبصل. طريقة حلوة قوي يا جماعة، اللي هيجربها هتعجبه قوي. طعمها حلو قوي. ومعاها رز اصفر مصري، بطريقة الرز البسمتي بس مصري. طلع حلو قوي، احلى من البسمتي كمان. معايا هنا بقى بصلة كبيرة وطماطماية وقرن فلفل، ضربتهم في الكبة ناعم، ومقطعة بصل وفلفل اخضر، وحط عليه ملح وفلفل. ومعايا البهارات بقى، فلفل اسود وحبهان مطحون طرف معلقة، وكوبيبة صيني وكركم، وبهارات فراخ، وطرف المعلقة شطة. اللي مش حابب يحطها ميحطهاش. حطيت هنا معلقة ملح على البصل اللي فرمته. قلبت البهارات بقى، هاخد معلقة ونص على البصل المتقطع، والباقي هحطه على البصل اللي فرمته. بقلب البهارات كويس بقى في البصل. انا هنا بقى بقطع الفراخ من تحت الجلد. انا عامله وراك، ممكن يتعمل بصدور عادي يعني، بس انا بجيب الفراخ على بعضها، بشيل الصدور للبانيه، الشاورما، الحاجات دي. مش بحب اشتري البانيه جاهز يعني. انا عملت من تحت الجلد. نحشي بقى الخلطة دي تحت الجلد. وانا هنا الاول بقلب البصل في البهارات اللي حطيت عليها. نحشي بقى، نحشي الفراخ بالخلطة دي، نغرقها بقى من الخلطة دي. هي بقى كده فيها البهارات وفيها كل حاجة والملح بتاعها وفيها كله في الخلطة. هنا بعد ما خلصت نحط زيت على الوش. نحطها بقى في أرضية الفرن، فرن البوتاجاز عادي. نخلي النار عالية، والما يغلي نهدي النار خالص، ما نحطش مية. ما حطيتش مية خالص. موطين النار خالص. خدت ساعة ونص في الفرن كده. بعد ما خلصت معايا حلة على النار وفيها بصلة كبيرة مفرومة. حطيت زيت الأول، فرمت بصلة وحطيتها. البصلة تدبل وتصفر، بس مش تحمر قوي زي البصل بتاع الرز الصيادية. نسيبه لحد ما يتحرق، لا ده يا دوبك تدبل بس. هنضيف معلقة سكر، بتكرمل البصل، بتخليه حلو قوي وبتدي طعم حلو للرز. حطيت مكعب مرقة دجاج، مش عايز يضيفه ما يضيفوش يعني. بهارات بقى، كركم وفلفل اسود وحبهان.
و... وقرفة، عود قرفة، وورق لوري، وليمون. دي كاري، دي نص معلقة كاري. قرفة وورق لوري وليمون اللي هو اللومي ده، الليمون الناشف. دي معلقة ملح صغيرة، حسب كمية الرز بقى تحطي ملح. انا غاسلة الرز وسايباه يصفى، ودي مية مغلية بمقدار الرز بمقدار المية، يعني كوباية الرز عليها كوباية مية. الرز المصري مش رز بسمتي، الرز البسمتي بيحتاج مية اكتر طبعا. الكوباية بتحتاج كوبايتين مية في الرز البسمتي. ده رز مصري، كوباية زائد كوباية. انا بقول للي مش عارف. في بنات مش عارفة، متجوزة جديد بقى، واللي هم في الكلية وساكنين برا بيبقوا مش عارفين الرز بيتعمل ازاي. كده انا ما قلبتش وهو فيه مية خالص عشان ما يعجنش. فلفل ازاي جميل. نشيل بقى كل اللي نبقى عارفين عدد الحبهان اللي حطيناه، ونشيل بقى كل ده. بص طالع مفلفل جميل والله. كده بعد ما خلص، والفراخ مستوية وجميلة والله، هتعجبكم أوي. ممكن تتاكل بالعيش مش بالرز كمان، مع البصل ده طعمه تحفة أوي. لو عجبكم الفيديو بقى متنسونيش في لايك واشتراك للقناة. السلام عليكم ورحمة الله.